هذه وقفة. نروح إلى وقفة ثانية. من الجهة التي تقف خلف اعتقال واختطاف واعتداء على المتظاهرين؟ أنا اللي يوصلني أسماء، فلان اعتقل، انضرب، مات. معقول الدولة تعمل على تغييب واعتقال وضرب متظاهرين؟ وليش كنتوا تعارضون النظام السابق يا سيبندية؟ ليش؟ ليش كنتوا تدعون الوطنية والنزاهة والشجاعة والنضال؟ يعني معقول أنه جهاز المخابرات العراقي يوصل إلى جنود أمريكان مختطفين وغير قادر على الوصول إلى الأجل الشحماني؟ شنو السيبندية هذه؟ من اللي يحتدي على ثمرة الناس بعد عام 2003 حريتها، اللي يصبر الناس انه قدرت تحكي؟ تريدون تسرقون ثمرة الناس؟ انتوا شنو سويتوا للناس؟ شنو منجزكم بعد عام 2003؟ شنو اللي سويتوا؟ كهرباء لحد ان الناس ما عندهم. كل اللي عند الناس يقولون احنا عندنا حرية، وتريدون تسرقون حريات الناس؟ تعتقلون وتضربون وتهينون المتظاهرين. معوق، رجل معوق متظاهر يخيفكم يا استاذ حسين الشهرستاني، دزون عليه الاستخبارات يمنعوه ما يطلع من البيت. هاي رجولتكم، هاي اخلاقكم، هو هذا تاريخكم النضالي، اقتصادنا وفلسفتنا يا اهل الثقافه، يا اهل التكنوقراط. هالشكل وصلت مستوياتكم، تخافون من رجل معوق تروحون تضايقونه في بيته. بس هذا المعوق اشجع من عندكم والله، قدر يخيفكم. ايش قد جبناء انتم، ايش قد كنا مخدوعين بيكم، تعتدون على متظاهرين بهذه الطريقه وتغيبوهم. واحد ضاربيه، واحد محتقليه، هذا الرجل كرار الصريف طالب شاب، ولكم شاب يا جماعه، شاب. انتم ما كنتوا شباب؟ ليش هاي الغابه اخلاقكم؟ ليش تنقلبون بهذه الاخلاقيات؟ ليش من لزمتوا السلطه صرتوا وحوش على الناس؟ ليش صرتوا وحوش بهالطريقه هذه؟ الحكومه مسؤوله عن هذا الموضوع. 4 سيارات مظلله تاخذ كرار الصريفي بهالطريقه هذه وترجع ورا يومين مرعوب الرجل حتى ما يحكي. باسم العبوس اعتقلتوه وما اعرف شلون طلعتوه، طالع بفيديو مرعوب خايف. شنو تحكي؟ تمارسون نفس الممارسات السابقه، نفس الاساليب اللي كنتوا تمارسوها. يعني هو افضل من عندكم، يعني انتم تستحقون اللي حصل بكم من تحاولون تجريد الناس من ثمرة التغيير وتضيقون على حرياتهم بهذه الطريقة. إذن أنتم أكثر سوءا من اللي مضى، افتهموه.